أمانة عليك، أمانة في رقبتك، أنا راضي أمانتك. بنتكلم كتير عن الأمانة، لكن هل إحنا عارفين يعني إيه أمانة؟ تعال أفكرك بأمانة في رقبتك، أنت اخترت إنك تشيلها. ربنا سبحانه وتعالى عرض الأمانة دي على أعظم المخلوقات، السماوات والأرض والجبال، مخلوقات ضخمة وقوية ومستقرة، أطول مننا عمرا وأعظم مننا خلقا، ومع كده رفضوا يحملوها. عارف ليه؟ مش ضعف ولا خوف، إنما إدراك ووعي لحجمها ومسؤوليتها. وده نوع من القوة، إنك تعرف إمتى تقول لأ، مش دوري. وحملها الإنسان بإرادته واختياره، اختار تحمل المسؤولية. أنت عارف ليه الإنسان اختار إنه يحمل الأمانة؟ لأن الإنسان اختار الحرية. الإنسان نظر إلى معنى حملها، إنه يبقى حر ومكلف، وعشان كده اختارها. ولأن ربنا خلقه في الجاهزية للحرية والتكليف، فكان طبيعي إنه يميل لحرية الاختيار. والحرية يعني يا نتصرف صح يا غلط، والصح والغلط يعني ثواب وعقاب، ولا كل اللي فات ده هيفرغ من معناه. طب إيه الأمانة دي؟ الأمانة اللي في رقبتك واللي أنت اخترت إنك تحملها، إنك تاخد دين ربنا وتكليفه من اللي قبلك سليم صحيح، وتسلمه للي بعدك عشان تستمر الرسالة في الدنيا. إنك تسعى وتفهم دينك وتقتنع بيه، وتبقى ملم بأحكامه عشان تقدر توصله للي بعدك واضح وصريح وبعيد عن الشبهات. إنك تكون قد التكليف وتطيع ربنا في أوامره، وتكون مثال وقدوة للي بعدك. إنك توصل أمانة الشرع وتفهم اللي بعدك أهميته. إنك تقول الحق حتى لو هيزعل الناس. إنك تلتزم قدام ربنا قبل ما تلتزم قدام الناس. إنك لما تاخد الحرية تكون مسؤول عن اختياراتك، متحمل لعواقبها، وما تبيعش ضميرك. إنك تكون إنسان حقيقي حتى لو كل اللي حواليك مزيفين، مزيفين بكل ما تحمله الكلمة من معاني، سواء في مشاعرهم أو في انتماءاتهم أو حتى في علاقتهم بربنا. هي دي الأمانة. احنا في زمن الناس كلها بتجري ورا الراحة، كله بيقول أنا مالي، كل الناس بتعمل كده. بس الآية دي بتفكرك انت مش زي بقية الخلق. انت اخترت من البداية انك تكون حر ومكلف ومسؤول، فما تجيش بعد ما خدت حريتك تتهرب من مسؤوليتك. متعة التكليف هي الحساب. التكليف والحساب زي السؤال والجواب، زي الليل والنهار، زي الموت والحياة. لو مفيش حساب ما كانش هيبقى فيه أي معنى للحرية والمسؤولية. والآية دي كمان بتاخدنا لحتة مهمة جدا، ممكن تكون إجابة لسؤال مهم قوي: هل الإنسان مخير ولا مسير؟ ودي من أكتر الأسئلة اللي ناس كتير بتدوخ فيها. بس الآية دي بصراحة ممكن تكون واحدة من أصدق الإجابات. الآية دي أكبر دليل على إن الإنسان مخير، لأن الإنسان المجبور لا يخير ولا يكلف ولا يتحمل مسؤولية أعماله، ولا هيبقى ظلم، والظلم ما يرضيش ربنا. ربنا عرض الأمانة عليك، وعشان أنت مؤهل للاختيار والتكليف أنت اخترت إنك تحملها. ربنا ما قالش إنا حملنا الإنسان الأمانة، ربنا قال إنا عرضنا الأمانة، يعني في عرض مش فرض. وحملها الإنسان يعني باختياره. يعني الإنسان مش بس مخير في أفعاله، ده كان كمان مخير من البداية في تحمل عبء التكليف من عدمه. والحرية لا تتعارض مع الأقدار. في حاجة اسمها قدر ربنا، زي شكلك، لونك، جنسيتك، الظروف المحيطة بيك واللي بتحصل في حياتك. دي ورقة الامتحان، انت ليك مطلق الحرية في اختيار الإجابة عليها، والرد على نعم ربنا بشكرها أو إنكارها. يعني ببساطة القدر اللي لا يرجع لإرادتك ده السؤال، وتصرفك انت تجاهه هي دي الإجابة. يعني انت حر في كل حاجة هتتحاسب انت عليها. ربنا مش هيحاسبك على الأقدار، هيحاسبك على إجابتك وتصرفاتك ورد فعلك عليها. وربنا ما ذكرش السماوات والأرض والجبال كده وخلاص، لا، ده اختيار مقصود جدا ومليان رمزية ومعاني، لأن دول من أعظم وأقوى المخلوقات اللي الإنسان يقدر يشوفهم بعينيه. السماوات الواسعة والأرض الشاسعة والجبال رمز القوة، دول رموز الطبيعة في أقصى درجات عظمتها. وربنا بيقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ربنا بيقول لك شايف المخلوقات العظيمة دي كلها رفضت تشيل الأمانة وانت شلتها، يعني انت مش أقل منهم. أي نعم انت شايف المخلوقات دي قدامك قوية وعظيمة جدا، بس انت لا تقل قوة عنها.
ده لو ما كانش أقوى باختيارك لتحمل الأمانة. ربنا بيوضح لك إن أنت أصبحت أعلى وأقوى منهم بشرف حمل الأمانة. ربنا كرم الإنسان واداله عقل قادر يفكر ويقرر، واداله إرادة مش موجودة في الكائنات التانية، واداله ضمير يميز بين الصح والغلط، وقلب يتفاعل ويتحمل ويحب ويخاف. يعني عنده كل المقومات اللي تخليه يقدر يختار الصح ويتصرف صح. فكان قد حمل الأمانة، واللي الجبال رغم ضخامتها قالت لأ مش قدها. عشان كده الناس بتوع الطاقة اللي بيروحوا المناطق اللي فيها طبيعة عشان ياخدوا من طاقة الجبال، وبيتكلموا عن طاقة الجبل واحتياج الإنسان لطاقة الطبيعة والكلام ده، الجبال ما قدرتش تحمل الأمانة اللي انت حملتها. ولو صح الأمر كانت أخدت هي من طاقتك. لو الموضوع توصيلات وذبذبات وبنشحن من بعض زي ما بيقولوا، فانت طاقتك وما تحمله أشفقت الجبال من حمله. الإنسان جواه طاقة أعظم من أي جبل، لأنها مستمدة من ربنا مباشرة، طاقة الاختيار وحمل التكليف ووعي المسؤولية. ده لو هنسميها طاقة يعني. وقولوا لنا في التعليقات لو عايزيننا نتكلم عن موضوع الطاقة ده في حلقة لوحدها. المهم إن الإنسان مخلوق جواه قدرة جبارة على التحمل والاختيار والارتقاء. لو استخدمها صح يقدر يكون أسمى من كل حاجة مادية شايفها حواليه. طب ليه ربنا قال إنه كان ظلوما جهولا؟ لأنه رغم إنه فاهم دوره والتكليف والأمانة اللي في رقبته، أوقات بيختار غلط وبيظلم وبيغفل ويتجاهل. وهنا في نقطة مهمة جدا. ربنا مش بيلوم الإنسان عشان اختار التكليف، هو بيلومه لما بيسيء استخدامه. وبيبقى الظلم والجهل من طباع الإنسان اللي جزء من حمل الأمانة هو التغلب عليه. يعني إيه المطلوب؟ المطلوب إنك توفي بالأمانة. طب إزاي؟ زي ما ربنا قال عن سيدنا إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى بالأمانة. ادعو الناس لعبادة ربهم يا إبراهيم، حاضر يا رب. سيب مراتك وابنك في الصحراء يا إبراهيم، حاضر يا رب. أكرم ضيفك يا إبراهيم، حاضر يا رب. اذبح ابنك يا إبراهيم، حاضر يا رب. ارفع الكعبة يا إبراهيم، حاضر يا رب. سنن الفطرة يا إبراهيم، حاضر يا رب. سيدنا إبراهيم كان في طاعة أمة كاملة، عشان كده ربنا ضرب بيه المثل في الوفاء بالأمانة. وفي مشهد تاني تلاقي ربنا بيحكي لنا عن وفاء سيدنا يعقوب بالأمانة لما حس إنه هيموت، وقال لولاده: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. كل واحد فيهم حمل الأمانة ووفى بحقها ووصلها للي بعده. مشهد اختيار الإنسان للأمانة مش مشهد من زمان، ده مشهد للواقع دلوقتي. كل قرار بتاخده، كل موقف بتعيشه، كل سؤال بيقولك هل انت قد الأمانة؟ كل مرة تقول فيها وانا مالي، انت بتتهرب من الأمانة. كل مرة تقول الناس كلها بتعمل كده، انت بتخون الأمانة. كل مرة تختار فيها الصح حتى لو لوحدك، كل مرة بتقول فيها حاضر يا رب، انت بتكون حر وبتطلع من تأثير المجتمع وقيوده وسياسة القطيع لحرية الفكر وحرية التكليف وحرية الطاعة. اعرف ان كل لحظة في حياتك، كل فرصة، كل اختيار، كل سكوت أو كلام هو امتحان للأمانة اللي معاك. فعيش على قدها، عيش بقيمة، عيش بأمانة، وخلي حياتك كلها إجابة واحدة واضحة وصريحة: أنا قد حرية التكليف، وبعون الله أنا قد الأمانة. لو وصلك أي معنى جديد أو إجابة لسؤال كان جواك، شارك الحلقة دي مع غيرك. خلينا ننشر الخير، وربنا كريم.